يسعد أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم قناتي. بسعدني وبشرفني إنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. اليوم رح يكون طبقنا مميز، هو المسخن الفلسطيني. هاي المكونات زي ما انتم شايفينها. طبعا احنا المسخن بيعتمد أهم إشي على مكونين رئيسيين اللي هم البصل والدجاج، وأهم إشي كمان عنا زيت الزيتون. أحسن نوع بصل اللي هو اللي لونه زهري أو وردي، وطبعا يكون عندنا زيت زيتون، ويكون طبعا زيت زيتون بلدي، والدجاج على حسب الرغبة فيكم تعملوا الكمية اللي بدكم إياها. البهارات اللي بحتاجها فلفل أسود، وعندي كمون لأنه في عنا بصل، وعندي ورق غار وحب هيل، سماء وملح، وعندي لوز أو أي نوع مكسرات بتحبوا تزينوا فيه، وعنا خبز المسخن. إذن هاي هي أهم المكونات زي ما انتم شايفين. بلزمني الهيل والورق الغار لسلق الدجاج. أنا عندي دجاجة، وعندي بصلتين صغار، عندي لوز مقشور، عندي بصل اللونه وردي مقطع قطعة كبيرة عشان ما يدوب، عندي كوب من الزيت الزيتون البلدي، خبز مسخن، بحمد طنجرة وبعدين بحط عليها الدجاج والبهارات والبصل، وبحاول اقلب فيهم لما يشقروا. بعدين بحط عليهم الفلفل الاسود وبقلبهم على الجهة الثانية زي ما انتم شايفين. هاي هي الطريقة اللي بتعطيكي النكهة الطيبة للدجاج. بقلبهم على الجهة الثانية، بعدين بحط عليهم كوباية مية، بس كوباية واحدة أو مج مي، وبخليهم لما يستووا 3/4 السوا. بعدين بكون حاطة بالطنجرة ثانية كوباية زيت الزيتون، وإذا بتحتاجي تزيدي بتزيدي عادي، وكمية البصل اللي انت عملتيها. طبعا كمية البصل بالنسبة لكمية الدجاج اللي عندك. إذا كان عندك دجاجتين بتضاعفي هاي الكمية. أنا عندي دجاجة واحدة تقريبا وزنها كيلو 100 جرام أو كيلو 200 جرام، وبقلبهم مع زيت الزيتون. طبعا زيت زيتون صافي بلدي، أنا بزيده كمان شوية، حسيت بدي زيادة لأنه الكوباية ما كانت كاملة عندي. وبعدين بحط عليه الفلفل الأسود، بحط الكمون، ما دام في عنا بصل لازم نستخدم الكمون، معلقة كمون، معلقة فلفل أسود، بحط عليه الملح كمان، نعم زي ما انتم شايفين. وبعدين بقلبهم، بخلي كل البهارات يمتزجوا مع البصل، وبحط السماق، وبخليهم لما يصيروا هيك تقريبا 3/4 السوا. بعدين بحط الدجاجات عليهم، يعني بخلي الدجاجات 3/4 السوا والبصل 3/4 السوا، وبكملهم مع بعض، بطبخوا مع بعض. الدجاجة بكمل سواها والبصل بكمل سواهم مع بعض، وبزيدهم سمنة، وهيك بغطي عليهم شوي. بغطي عليهم شوي، بعدين بضيف كمية السماء، كوب سماء بلدي لازم يكون لأنه بعطيني محموضة. طبعا السماء له دور كبير في المسخن. في سماء بيكون انه ببيعوه بضيفوا عليه ملح وهيك، فما بيكون له نكهة ابدا، لازم السماء يكون بلدي. ايوه زي ما انتم شايفين الكمية مناسبة، تحبي تزيدي بتزيدي. بعدين هون انا بحط زي ما قلت لكم، بكمل سوا الدجاج مع البصل، وبحط عليهم شوية شوربة، وبزيد السماء. وبعد ما خلصت سوا بجيب الصينية اللي بدي اقدم فيها، وبقطع الخبز لانه انا عندي الخبز كبير اكبر من حجم الصينية اللي عندي، وكمان اسهل انه كل واحد بياخد قطعته. فانا بقطع الرغيف كبير ل4 اجزاء، وباجي بحطه شوي بشربه من زيت البصل،
وبحط كمية على الخبز. في ناس بيشربوا أكتر، كل واحد ورغبته. أنا بس هاي الكمية مناسبة. بحط كمية البصل، بعدين بحط شوية مكسرات، وبرش كمان إذا بتحبي تزيدي رشة سماق، وبحط قطعة الدجاج، وبهيك بضلني أسوي لما تنتهي الكمية. أو فيك تحطي كل الخبز، تحطي عليه البصل قطعة قطعة يعني تعمليه، وتحطي عليه المكسرات ورشة السماق، وآخر إشي على الوجه بتصفي الدجاج. يعني في طريقتين للتقديم. إذا ممكن هاي الطريقة، وفي طريقة تانية إنك تخلي الدجاج للآخر. أنا خليت الدجاج على الآخر، يعني بعدين شلت القطعة وصفيت القطعة الخبز مع السماق والمكسرات، ورشيت عليهم شوية سماق تانية إضافية، وخليت الدجاج على الوش لأني دخلته شوي بالفرن حمرته. وهذا الشكل النهائي بعد ما حطيته بالفرن وحمرته شوي. وبنقدمه مع روب ولبن زبادي. وهذا كل اشي عندي لليوم، واهلا وسهلا فيكم بافكاركم، بشرفني تعليقاتكم، وصحتين والف عافية.